الحلقة النهاردة مختلفة تماما. الشخص اللي معايا النهاردة شخص بيحب قوي يساعد الناس. هي بنت جميلة وشاطرة وجواها حب لكل حد في حياتها. أنا معرفهاش شخصيا، بس يعني مبسوطة إن هي معايا النهاردة وحابة إن أنا أعرفها شخصيا أكتر بعد الحلقة. بس دايما أنا متابعاها من زمان، ودايما بشوفها قد إيه بتحب صحابها، وقد إيه بتحب عيلتها، وقد إيه بتحط كل الحب ده في شغلها وفي ولادها وفي الناس اللي حواليها. النهاردة هنسمع من نسمة الشاذلي قصتها بطريقة مختلفة تماما. ازيك يا نسمة؟ ازيك يا هانيا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ثانك يو اولا على الانترودكشن دي. تأثرت جدا. احنا لسه ما بدأناش كلام بس. Thank you for seeing me this way. لا والله أنا زي ما بقول أنا فعلا معرفكيش كويس، بس من اللي أنا بشوف قد ايه انتي صحابك وأهلك وعيالك أهم حاجة في حياتك، والحب اللي بتحطيه فيهم واللي بتوريه للناس بجد بيأثر فيا. يعني والله I'm so glad. يعني بحاول دايما ان الحقيقة والديجيتال وورلد يبقوا نفس الحاجة دايما. أيوة. يعني مش في شخصية أو شكل أو لايف ستايل أو كده برودكاستد أو محطوط على السوشيال ميديا، وفي الحقيقة حاجة تانية. وأنا نفس الشخص في كل حاجة. دي أهم حاجة الحمد بجد، لله. دي أهم حاجة. طيب هسألك سؤال نسأله لأي حد بيجي شفت هابنز، لو هتوصفي نفسك في كلمة واحدة هتكون ايه؟ روح. يعني مش عارفة أفكر في حاجة تانية غير إن كلمة روح. أعتقد هي أكتر كلمة ممكن أنا دلوقتي بكونكت معاها جدا. in what way؟ يعني ليه اخترت الكلمة دي بالذات؟ علشان يمكن الكام سنة الأخرانيين بدأت أكونكت مع نفسي قوي أكتر من الأول، وبدأت أعرف نفسي أكتر من الأول، وبقيت شايفة عامة البني آدمين بشكل عام، وأنا لنفسي بشكل خاص، على إننا أرواح مش أشخاص. روح كلمة خطيرة، يعني أول مرة أسمعها. حلوة أوي. هي يمكن بتريبريزنت where I am in my journey دلوقتي. حلو أوي. طيب طبعا نسمة الشاذلي غنية عن التعريف، الناس كلها تعرفها، بس لو حد مش عارفك توصفي نفسك ازاي للناس؟ تشتغلي ايه؟ بتعملي ايه؟ انتي مين؟ تحبي ايه؟ احكي لي كده في كام جملة كده. أنا شخص بحب جدا إني أكون ليا لازمة في حياة اللي حواليا. فعشان أبقى ليا لازمة في حياة اللي حواليا بقيت بدور على الشغلانات اللي تخليني عندي impact على حياة الناس بشكل إيجابي. whether بقى كان through PR أو المزيكا أو كتابة الأغاني أو الtalent management واكتشاف المواهب اللي لسه طالعة. يعني دايما بحاول إن أنا أبقى of good use للناس اللي حواليا. فبحاول في حياتي ك كحياة شخصية أو حياة مهنية إن أنا دايما أبقى ليا أي إفادة للناس اللي حواليا. فالPR agency mainly الفوكس بتاعها على إن إحنا نعمل PR for causes أو للحاجات الtopics المهمة اللي محتاجة فعلًا يتسلط عليها الضوء، أو الناس اللي عاملة نجاحات كويسة أوي تستحق إنها تبقى برضه في الspotlight، أو الtopics اللي محتاجة اهتمام أكتر ومحتاجة تتشاف أكتر. ونفس الحاجة برضه في الأغاني، باكتب أغاني للحاجات اللي بتحركني، اللي باحس إنها فعلًا ممكن تفيد حد غيري، أو تتكلم بالنيابة عن حد مش قادر يتكلم عن نفسه. فده كده باختصار يعني مالتي تالنت والله والله خطيرة. بُصّي، يعني I think إن هو فكرة الmulti talent دي سبحان الله يعني ما كانتش موجودة معايا من الأول. يعني دي حاجة أنا اكتشفتها بعد journey طويلة جدًا، صح. وهو كرم من ربنا أيوة قبل أي الحمد لله. حاجة يعني. الحمد لله. الحمد لله. وفي بقى بودكاست ذا ستوري، أيوه ده حصل ازاي وايه كان الدافع بتاعه؟ بُصّي وبرضه أنا عايزة اعرف ليه سميتيه ذا ستوري، يعني احكي لي بقى كده عنه يعني. هاحكي لِك على the بحسه story. قريب لقلبك. هو قريب لقلبي جدًا، لإنه أنا كنت حاسة إن أنا I'm on a mission إن أنا أحكي حكايات معيّنة. ايوه. هو ما كانش فكرة إن أنا أعمل podcast عشان عايزة أعمل podcast، أنا أيوة. كنت عايزة create a space لقصص معيّنة لمستني أنا شخصيًا، وناس عرفتها throughout الjourney بتاعتي ال10 سنين اللي فاتوا. قصصهم أثّرت في حياتي جدًا، وأثّرت في نظرتي عامةً للدنيا ونظرتي للأمور، وبقيت حاسة إن أنا مش عايزة القصة دي تُقف عندي. يعني حاسة إن زي ما أنا الناس كلها. استفدت منها وI was so inspired بيها، عايزة أحكيها
عشان ناس تانية تسمعها وتستفاد منها وتبقى inspired منها. وكانت الحاجة الcommon إنها a specific story that changes your life forever. صح. فهي that's why البودكاست اسمه The Story، لأن هي it's a one specific story عملت الترانسفورميشن اللي حصل بعد كده في حياة كل حد فيهم. عملنا 20 حلقة، تحفة. فهم 20 قصة الحمد لله طلعوا للنور. والموتيف ورا ده إن أنا كنت حاسة إن السوشيال ميديا ما فيهاش realness enough، ما فيهاش الكونتنت اللي بيبقى حقيقي وفي depth وفي فعلا كلام اللي هو بندخل في حتت مش دايما الناس بتتكلم فيها، وكلام ممكن نقول مش من على الوش او صح. مش من على السيرفس. صح. كان فارق معايا قوي ان انا اعمل الكونتنت ده وهو يلاقي ناسه. يعني مش فارق معايا ان البودكاست يبقى بقى ارقامه مهوله ولا الشيرز بتاعته رهيبه ولا الانجيجمنت عليه مش عارفه ازاي، ده كله ما كانش في الحسبه بتاعتي خالص. انا كان فارق معايا ان حد بيدور على قصة شبه قصة اللي بيمر بيه يلاقيها عندنا ويقدر يريليت ليها، ويقدر انه لما يتفرج على قصة حد تاني ما يحسش انه لوحده ويحس ان القصة دي طبطبت عليه. ايوه. فده كان المين درايف. بشكرك ان انت عملتي حاجه زي دي وحطيتيها في بلاتفورم حقيقي فعلا يساعد الناس، وده يبقى الكوز بتاعه، عشان احنا فعلا محتاجين ده اكتر. يعني محتاجين بلاتفورمز تبقى حقيقيه، مش بس اللي هو بتوري نجاحات او قصص من على السيرفس زي ما انت قلتي يعني. البودكاست اللي بتتكلم على السكسس ستوريز كتيرة ومهمه اكيد ومهمة طبعا أيوه. وليها دورها، والبودكاست الكوميرشال موجودة طبعا. وبرضو التوبكس التقيلة. يعني أنا فاكرة كويس قوي أول ما بدأت أعمله خالص كان الناس تقول لي بس انتي بتتكلمي في كلام صعب قوي يا نسمة، توبك تقيل. فهو تقيل بس هو حقيقي، هو بجد في ناس مرت بالحاجات دي، وفي ناس تانية ممكن تكون بتمر بحاجة شبيهة ومش لاقية أي حاجة تحسسها إنها مش لوحدها. وبحس قوي يا نسمة ان احنا في الحياة كل الناس بتمر بحاجات صعبة، وفي الاخر التجارب بتبقى شبيهة جدا، بس للأسف كل تجربة مع ان هي بتبقى حصلت لحد تاني كل واحد بيحس ان هو لوحده. ففكرة ان انت تبقي عاملة حاجة للكاز ده فعلا اهم حاجة، اللي هو يا جماعة مفيش حد لوحده، كلنا بنمر بده، كلنا هنمر بده، فاهو البلاتفورم ده موجود علشان انتوا مش لوحدكم. ينمت بقى جريف، سيكنس، اكسيدنت، كل حاجه يعني يعني كل الناس اللي طلعت عندها فعلا لايف تشينجينج ستوري. وكان مش فارق معايا قوي فكره انها لايف تشينجينج على قد هي هم دلوقتي بقوا فين بعد القصه دي ما حصلت. يعني ابتلاء صعب قوي، حدث كبير قوي غير حياتهم تماما، والحته البوزيتيف اللي هم فيها the way they found their way back to ربنا. طبعا. ازاي تتعلمي من الصبر، لان فيهم قصص صبر كتيره جدا، فيهم قصص رضا كتيره جدا. فحسيت ان this is the values and the morals I want to bring to the table في حته البودكاست، عشان خاطر الناس برضو تشوف ان this is not the end of the road، وان لما بنقع في مطب صعب او نعيش تجربه قاسيه ده مش معناه ان حياتنا انتهت. هو احنا actually ممكن حياتنا تبتدي from beginning، ده شابتر جديد، وشابتر جديد خالص actually much better than before. ايوه طبعا. طيب انت عملتي ده ستوري عشان بتحكي قصة الناس، النهارده بقى انت هنا عشان تحكي الستوري بتاعتك. انا عارفه ان انت اتكلمتي فيها قبل كده، وعارفه ان هي قصة صعبة مش سهلة، بس يعني كل حاجة حصلت في حياتك من 10 سنين هي سبب ان انت هنا النهارده. يعني مش هنا في شيبت هابنز، هنا في الحياة. في الحياة. قصة ممدوح اخوكي، احكي لي عن الترانزيشن الصعب قوي ده في حياتك. كان عندك كام سنة؟ اتعلمتي ايه؟ هنخش في حاجات كتير، بس لما تبقي جاهزة ابدأي من النقطة اللي انت عايزاها. لا جاهزة. بصي طبعا القصة الأصعب والأقرب إلى قلبي يعني أنا كان عندي 28 سنة وممدوح أخويا الصغير، وكنت دايما بخاف عليه جدا، بقلق عليه جدا، شقي، بيجت ان ترابل كتير، فدايما شايلة همه يعني. وشاء القدر ان عمل حادثة على طريق العين السخنة وتوفاه الله. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. وانا اخته الكبيرة، فطبعا احساس ان اخوكي الصغير
يعني الموقف كله أخويا، يعني أنا عندي أخت ندى وعندي ممدوح، فهو أخونا الولد الوحيد يعني. آم، كانت حاجة، عارفة عارفة الابتلاءات اللي دايما بتشوفي ناس تانية بتمر بيها وتحسي ان انتي صعب قوي تحطي فيها، او دايما يعني بيتقال عليها the things that happens to others. آه انا كنت حاسة ان ده اكيد مش بيحصل يعني، او انا اكيد مش في الموقف ده، لان انا كان قبل اخويا بكام سنة I lost a couple of my friends في حاجات، يعني يعني برضو حادثة عربية حاجات كده، وشفت their families devastated، وشفت اخواتهم منهارين ازاي وكده، وكنت بحس يعني بتعاطف رهيب وحزن وزعلانة عليهم، يا حرام ربنا معاهم. متخيلتش ابدا ان انا هتحط في السيتويشن ده، فلما اتحطيت في السيتويشن ده I lost my balance completely. مش هقول ان انا قبل الحادثة كنت قريبة قوي من ربنا، لا كانت علاقتي بربنا علاقة اللي هو متربيين عليها، مش هقول لك profoundly spiritual او اللي هو connected قوي من جوايا، او بعمل الريتشوالز مظبوط او بصلي بخشوع. كنت بعمل كل حاجة because I have to not because I want to. ده الحاجة اللي احنا لازم نعملها علشان اللي هو لازم لازم متربيين ان احنا نصلي لازم ولازم نصلي ولازم نصوم. نصوم هي لازم، لكن ما كنتش فاهمة الكونكشن اللي بيني وبين ربنا، وما كنتش فاهمة اصلا انا يعني الدنيا دي ايه، ما كنتش فاهمة معنى الدنيا اصلا او معنى الحياة. يعني احنا جايين هنا، عارفة اللي هو الدنيا سايقاكي فمطرح ما توديكي، وحتى كارير وايز ما كانش عندي جولز او امبيشنز او كده، اللي هو هشتغل شغلانة لطيفة ايا كان المجال ايه، وبعدين هنتجوز ونخلف، يعني السيكونس التطور الطبيعي. الطبيعي، السيكونس الطبيعي. وما كنتش شايفة الحياة بالمنظور اللي انا شايفاه دلوقتي خالص يعني. في اللحظة دي بقى حياتك اتغيرت تماما. تماما يعني هو ع- مبدئيا نيرفس بريك داون، طبعا. ده كده بداية كلام يعني. طيب الناس بتبقى فاكرة ان الحزن، وان لو حد من عيلتي توفى عياط وانهيار وبس. الحزن عندك كان شكله ايه؟ بصي، هو الحزن مكمل لحد دلوقتي. طبعا طبعا. يعني هو بقاله 13 سنة، ولسه I have very very tough days. أوقات كتير جدا ممكن حاجة صغيرة قوي تتريجر زعل جوايا كبير قوي. الحزن ساعتها بالنسبة لي أخد أشكال مختلفة على مدار السنين. أول سنة ونص to be specific يعني أنا كنت off the grid، كنت مش موجودة في الدنيا. طب عايزة اسألك، وانت اوف ذا جريد كنت بتنزلي وبتخرجي وعايشة، ولا كنت قافلة على نفسك؟ كنت قافلة على نفسي، كنت قافلة على نفسي. كنت تقريبا لو أنا فاكرة كويس يعني، أنا كنت من أول ما بفتح عيني الصبح ببص كده للسقف وأقول أنا أخويا مات، وأعيط، وأفضل أعيط 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 لحد ما أنام بالليل. وكنت خلاص بقيت حاسة إن أنا I gave up on فكرة الحياة عامة. ما عنديش أي حاجة to look forward to، ما عنديش أي حاجة to excite me. كل حاجة شايفاها صغيرة جدا ملهاش أي لازمة. إيه يعني الناس هتخرج خرجوا، إيه يعني الناس هتسافر سافروا. nothing excites me anymore. كنت في الوقت ده في حياتك بتعملي ايه؟ بتشتغلي ولا يعني ما كان كنت بشتغل اللي هو يعني على بسيط قوي كده في الفاميلي بيزنس بتاعنا. ما كنتش كارير دريفن خالص. وكان عندي ابني كبير، ما كنتش لسه خلفت ابني التاني، وهو كان ساعتها حتى صغير قوي، كان 3 سنين، وما كنتش عارفه اخد بالي منه، ولا عارفه اخد بالي من نفسي، ولا عارفه اخد بالي من اي حد. سنة ونص؟ السنه ونص الاولانيين specifically كنت مش not a functioning human being يعني. طب وامتى يا نسمة اللحظة اللي عرفتي فيها ان ده مش حزن، ده اكتئاب؟ والله يعني يا هاني أنا عرفت إن هو مش حزن، ده اكتئاب بعد سنين كتير جدا. أنا I had to find my balance back on my own، لأن وقت ما ممدوح اتوفى 13 years ago mental health and therapy and كل الحاجات دي كان تابو. كان تابو، وكان يعني بيسمى مسميات تانية، ومحدش كان مشجعني إن أنا seek help. كان اللي هو ازعلي بس خلاص، يعني محتاجة تنزلي بقى وتركزي مع عيالك وشوفي مش كلنا الناس بني ادمين كلها بتمر بده، وكل حد هيوصل لمرحله هيفقد حد، ما انا لسه سنة اصلا عايزة الحياه. اسألك ايه كلمة كانت بتتقالك بنية كويسة بس كانت دايما بتوجعك؟
يعني باحاول أفتكر والله إيه الكلمة اللي كانت يمكن بتضايقني، اللي هو I think ما كانتش بتتقال لي directly بس كانت بتوصل لي يعني، اللي هو يعني هي هتفضل بقى تحكي على أخوها كده وتكتب عنه، كنت خايفة أوي يتنسي، كنتش عايزة أنا كنت خايفة أنا أنساه، وخايفة الدنيا تنساه، فما كنتش عايزاه يبقى مجرد a distant memory. دايمًا كنت واخدة على نفسي كده عهد إنه I will revive his memory, I will revive his details, I will revive his stories. عايزة الناس تفضل فاكرة هو مين، فاكرة تفاصيله وملامحه وشكله، عايزة أشير صوره، عايزة أحكي حكايات عنه، فكنت متمسكة جدًا إن هو ما يبقاش ذكرى وعدِّت، هو كان حد ليه وجود كبير في حياتي وفي حياة ناس كل الناس اللي حواليه، وما جاش ومشي كده، يعني لأ جه وساب علامة، فكنت very keen إن العلامة دي تفضل واضحة وباينة، ولحد دلوقتي طبعا لا هو he is part of who I am, he's part of my story, he's part of my purpose. وجزء من كل قرار انت خدتيه. 1,000,000%. جزء من كل قرار أنا أخدته هو دايمًا كأنه جنبي كده ماشي أيوة. جنبي، فحتى بقيت باشتغل على نفسي إن أنا أكون بني آدمة أحسن علشان أhonor إني أخته، وعشان ربنا يكرمني إن أنا أعرف أشوفه when I cross over بقى on the other side أبقى معاه، لإني عندي يقين إنه في حتة كويسة، فعايزة أبقى well behaved عشان I deserve this reward يعني فاهمة، إن أنا أبقى في حتة كويسة مع أخويا، وخلّتني بقى شُفت الدنيا كلّها بشكل تاني خالص، بقيت حاسة إن الواحد محتاج يعني الدنيا أبسط من ما إحنا مكبّرينها ومصعّبينها، محتاجين نشوف إن الدنيا بسيطة، ومش لازم صراعات ومش لازم مش لازم زعل، الناس بتزعل من بعض أوي بتتنافس أوي وبتغير من بعض أوي، بقيت حاسة إن كل الحاجات دي insignificant جدًا بالنسبة لي. السنة ونص اللي قفلتِ فيهم على نفسِك، كان إيه الدافع إن أنتِ بعد السنة ونص دي تقومي وتكمّلي وأنتِ لسه مش كويسة؟ بُصّي هي قصة غريبة جدًا، يعني أنا أول حاجة ساعدتني إن أنا بدأت أرجع أكتب، أنا كنت من الشغلانات اللي أنا اشتغلتها بعد ما اتخرّجت إن أنا كنت باكتب في مجلات قبل ما يبقى في social media، كنت باشتغل في الprint magazines وبعدين بقيت باشتغل في الplatforms، فكنت باكتب في كذا platform منهم Scoop Empire وGlocal وكذا حاجة as a freelance writer. فأول حاجة ساعدتني إن أنا أبتدي أرجع back to life واحدة، واحدة كانت الكتابة، إني كتبت article بيتكلم على what I'm going through. ولمّا كتبت الarticle ده ونزل والناس بدأت تshare it، لقيت إن في ناس كتير أوي بتrelate للي أنا بامُر بيه، ولقيت إن أنا الكلام اللي أنا كاتباه ليه very strong impact على ناس تانية مرّة بظروف شبيهة، فبدأت أحس إن أنا I feel a little bit better. أوكي، إن أنتِ في purpose في اللي أنتِ بتعمليه. مش purpose كمان جات لي يمكن فكرة إن أنا أفهم يعني إيه purpose later شوية، بس في الوقت ده كنت حاسة إنه expressing my emotions بدأ يساعدني إن أنا أشم نفسي شوية. طب في السنة ونص دي كنتِ بتتجنبي وجعِك والّا كنتِ بتواجهيه؟ الوجع اللي كان جواكِ كل يوم لمّا بتصحي الصبح وتبقي حاسة إن أنتِ في دنيا غير الدنيا، كنتِ بتقعدي مع وجعِك ده والّا كنتِ بتهربي منه؟ كنت باقعد معاه جدًا، ما كنتش عارفة أهرب منه أصلًا، هو كان consuming me بشكل إن أنا ما كنتش عارفة أصلًا حتى لو عندي الثought إن أنا عايزة أهرب من الوجع I have nowhere to go. I was so يعني overwhelmed with grief إن هو وبعدين إيه حاسة إنه من كتر غلاوته عندي ما ينفعش تعيشي. مش ما ينفعش أعيش، ومهما قعدت أعيّط العياط ده كله مش كفاية، يعني هافضل أعيّط وأعيّط وأعيّط crying rivers بقى على قد الغلاوة وقد الوجع اللي أنا حاساه وقد الloss، مش عارفة أبطّل عياط عليه، لإني كل ما هابطّل عياط هاحس إنه إيه ده لأ ده مش كنتِ بتحسي بالذنب؟ بُصّي ما حسيتش بالذنب على قد ما أنا I revisited حاجات كتير جدًا كان نفسي أوي أعملها وأقولها وما لحقتش. يمكن دي كانت من أكتر الحاجات اللي كانت consuming me جدًا، إن أنا يعني كان نفسي أقول له باحبك أكتر، كان نفسي spend quality time معاه أكتر، كان نفسي create more memories معاه، كل الحاجات دي
أول ما الloss بتبقى حاصلة بتبقي حاسة إنه time's up. فtime's up دي كانت قاسية جدًا عليَّ، كنت حاسة إنه إيه ده، أنا ما لحقتش أشبع من أخويا، أنا ما لحقتش أعمل معاه الحاجات دي، أنا ما لحقتش أعيش معاه التجارب دي. بس انا اسفه قوي بجد. لا it's okay it's okay. بالعكس أنا عايزة أقول لِك إن أنا دايمًا لمّا باتكلم عنه وI get emotional about him دي مش حاجة بتضايقني خالص، بالعكس باحس إنه لسه جوايا. الغلاوة والمعزة دايمًا موجودة وعايشة جوايا ووجعها مش وجع وِحِش. I sit with my feelings very well. I don't hide from them. ما بقيتش إيه ده إحنا هنزعل، ده إحنا هنعيط، لا عادي ما نعيط، إيه اللي هيجرى؟ طب وليه الناس اصلا مش بتعرف تقعد مع مشاعرها؟ يعني انت اتعلمتي ده بسبب اللي انت كنت فيه، ولا ده حاجه كانت جواكي من زمان؟ أنا شخص emotional جدًا، باعبّر عن أحاسيسي very vocal about it وexpressive جدًا، وبابايا emotional، أنا طالعة emotional لبابايا، ومامتي وأختي مش بيعبّروا عن الemotions بتاعتهم بسهولة. آمم ما أعتقدش إن أنا اتعلمت إن أنا أsit with my feelings، هو كانت حاجه like جواكي my already. nature. وبعد لمّا رُحت therapy بعد سنين كتير جدًا، اكتشفت إن أنا sitting with your feelings is something really good. very healthy. it's very healthy. وكل حاجة في الدنيا ليها cycle، تاخد الcycle بتاعتها وتطلع. والواحد لو فعلًا ركّز إن دوام الحلم المحال، طب ما أنتِ هتزعلي شوية والزعل هيروح وهتيجي حاجة تفرّحِك، وبعدين في حاجة توتّرِك، وفي حاجة تيجي لِك تحمّسِك، وبعدين ممكن تيجي تحصل حاجة تانية تزعّلِك. كل حاجة ليها beginning and end beginning and end. ما فيش حاجة for infinity. صح. ففي الأول كنت فاكرة إن الزعل ده ما لوش نهاية، هافضل زعلانة عمري كُلّه. وبعدين مع الوقت اكتشفت إن الزعل ممكن يcoexist مع الفرح، وممكن يcoexist مع الرضا، وممكن يcoexist مع الحماس، ومع تحقيق الذات، ومع حاجات تانية كتير. فبقيت هو الزعل مكانه موجود، محطوط جوايا في حتة معينة بتاعته، وبقيت شوية شوية أرجع تاني أبقى functioning human being جنب الزعل أو جنب الحزن اللي جوايا يعني. ايه اصعب حاجه واجهتيها في رحلتك مع الجريف؟ أصعب حاجة واجهتها أعتقد هي التجربة كلّها على بعض صعبة، هي مش حاجة محددة ممكن أقول إن هي كانت صعبة عليَّ. هي إن أنا أعتقد أرضى قضاء الله من قلبي، من جوايا. في الأول كان تحسّي إنها جملة بتتقال، بس عشان تحسّيها وتطبّقيها لأ، ما كانتش سهلة. إن أنتِ تبقي مسلّمة أمرِك لله تمامًا، راضية بقضائه، عارفة إن ده قدر there's nothing you can do about it. باحس إن أنا عشان الابتلاء ده جالي في حاجة أنا باخاف منها أوي أصلًا، فحسيت إنه الimpact بتاع الابتلاء ده عليَّ كان مثلًا غير على مامتي، غير على أختي، غير على بابايا، كل واحد فينا ربنا بيختبره بشكل غير التاني. فأنا الاختبار ده كان في أكتر حاجة باخاف منها حصلت. هتعملي إيه؟ هتقولي ليه يا رب كده؟ أو هتقولي اشمعنى أنا يا رب؟ والّا هتسلّمي أمرِك لله؟ أخدت وقت عشان أsurrender completely من جوايا. مع إنه مش اللي هو أنا باقول كده وخلاص. مُخِّك بيبقى بيقول لِك حاجة وقلبِك بيقول لِك حاجة تانية. فأنا مُخّي كان فاهم اللي بيحصل، قلبي متقطّع لإنه مش عارف يودّي يتشانل أصلًا كل اللي هو حاسّه ده فين. وما بتبقيش عارفة حتى تidentify هو grief والّا anger ولا anger I don't remember إن أنا I got angry، بس كنت profoundly sad. يعني غالبًا عمري ما عِشت أو I experienced هذا الlevel من الحزن، فما كنتش عارفة أعمل بيه إيه، مش عارفة أودّيه فين. حسّيت إنه امتحان بجد الرضا بقضاء الله ده كان امتحاني، ده امتحاني في الابتلاء ده. رضا من جواكِ مش رضا رضا. من برّه. رضا عشان خاطر أعرف أعيش تاني، ما يعني أنا لو ما كنتش رضيت بقضاء الله profoundly من جوايا، ما كنتش هاعرف أرجع للحياة تاني. وصلتِ لده إزاي؟ هو مش حاجة سهلة. يعني إزاي يعني في لحظة عرفتِ إن أنتِ من جواكِ الدنيا هديت، الصوت سِكِت شوية؟ I think هي اللحظة اللي أنا استسلمت فيها، يعني سلِّمت واستسلمت، قُلت يا رب خلاص هو ما فيش حاجة هترجّعه، nothing can reverse this. اللي حصل، حصل، وهو مش هيبقى موجود. لمّا وصلت لمرحلة
مني مخي وقلبي بدأوا يكونكتوا الاتنين مع بعض إنه this is an unreversible situation، هو مش هيرجع. وفي بقى I think إن هي بتبقى part من ال stages of grief إن انتي بتوصلي للآخر لأكسبتنس. فأنا خدت السايكل بتاعة الجريف بتاعتي لحد ما وصلت للأكسبتنس، فبدأت عديتي بكل ستيج ولا كنت اللي هو في ساد واكسبت على طول؟ I think إن أنا في two stages ممكن أكون ما عشتهمش قوي. الأنجر I wasn't angry من أول يوم، من حتى صحابي بيقولوا لي إن أنا وأنا في الدفنة كنت ما بقولش غير الحمد لله، مع إني مش فاكرة حاجة خالص من اليوم ده، طبعا. أو يعني فاكراه طشاش، ماشية أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دي كانت أول حاجة جت على لساني. فكان في acceptance أصلا، حتى لو لسه القلب والعقل مش مسنكين مع بعض، بس كان في حتة جوايا الروح غالبا كانت accepting. بس بقى عشان مخك يستوعب ده ويبتدي يطبق ده في الحياة، لا أخدت وقت طبعا. طبعا. ولما I think إن أنا I did not experience denial. I wasn't in denial. It was so real for me. اللي هو خبطة، ده حصل. طب هل كنت بتحسي في وقت ان انت عارفة ان ده حصل بس مش عارفة تحسي بحاجة، ولا كنت دايما حاسة ان دايما حاسة بزيادة. كنت دايما حاسة بزيادة، زعلانة قوي، مقهورة. مش فاكرة إن أنا في وقت كنت numb. I never felt numb about موت أخويا لحد النهاردة. I never feel numb. عيد ميلاده هيجي هبقى بعيط ومنهارة، وهسمع أغنية في الراديو بتفكرني بيه هنهار. حد هيجيب سيرته بالصدفة هتأثر I was never numb towards his loss. كنت عايشة الرياليتي fully. I think إن أنا كنت بقولك عايشة كل حاجة كانت actually emphasized جدا، كل حاجة magnified. فالوجع كان جوايا خلاص مش عارفة أوديه فين. فعشان كده كنت بعيط كل يوم نون ستوب نون ستوب نون ستوب، لأني طول الوقت مش عارفة أسكت ده. طب ازاي كنت عارفة تبقي وانتي بكل الوجع ده؟ ما كنتش عارفة. أول سنة ونص ما كنتش عارفة أخد بالي من ابني خالص. ورحت يوم ما أخويا توفى، رجعت على بيت أمي، ما رجعتش بيتي تاني. فضلت قاعدة عند مامتي 6 سنين ما بمشيش. ياه، والله ده وقت عارفة حسيت إن أنا كأني عيلة صغيرة عايزة مامي. فده الإحساس اللي كان جالي، مع إن مامي هي كانت برضو عايزانا كلنا. لسه كنت عايزة اقول لك، انا بحس يا نسمة ان اصعب حاجة في الجريف لما بتبقوا عيلة، يعني حد من العيلة بيمشي، ان انتي تشوفي كل حبايبك موجوعين جدا. دي من اصعب الحاجات. بحس ان اي عيلة بتكسبيرينس ده، ان انا اصلا وجعي اصلا مش قادرة اعيش معاه. انا شايفاك انت متأثر بنفس الحاجة، بس انا مش عارفة اساعدك. مش عارفة أساعدك كنت ولا. بتعملي ايه بقى وانتي شايفة مامتك بالوجع ده، وانتي مش عارفة تساعدي نفسك عشان تساعديها؟ والله هي ساعدتني actually أكتر. يعني مامتي ما شاء الله عليها، يعني قوة إيمانها و... وقوة احتمالها لحاجة زي كده، لأن أنا قبل أخويا ب2 خالتي توفت، حبيبة قلبي. اللي هي أخت مامتي الأصغر، وبعديها يمكن ب2 بالكتير كانت جدتي توفت. فهي في وقت قصير قوي فقدت حبايبك. أختها وابنها وأمها. ربنا يا رب ف- يرحمهم يا رب. أمين يا رب. فابتلاء أنا نفسي ما بعرفش comprehend إن هي مرت بكل ده، وفي نفس الوقت أنا اللي اتسندت عليها مش هي اللي اتسندت عليا. بس I think الحاجة اللي يمكن أنا عرفت أساعد بيها ساعتها إن أنا عشت معاها في البيت، فكنا مونسين بعض. ايوه. عارفة، ولا هي قاعدة لوحدها ولا قاعدة أنا وابني لوحدنا مش عارفة أعمل في روحي إيه. فأنا يعني الوقت اللي أنا قعدته مع مامي هو ده اللي غالبا ساعدني إن أنا أرجع تاني أبقى functioning human being، وإن أنا ألاقي السبورت حتى لو هو مش سبورت بالكلام، بس بالpresence. إن يعني ان انتي مش لوحدك. إن أنا مش لوحدي وإن هي مش لوحدها. يعني إحنا مع بعض، إحنا في الجيرني دي مع بعض. لأنه كان الخبطات كانت كلها ورا بعض في وقت قصير قوي. يعني ربنا سبب الأسباب إن احنا في الآخر نبقى عايشين في نفس البيت مدة طويلة، لحد ما كل واحد فينا قدر يسلك طوله، يعني زي ما بيقولوا. غريبة طبعا. طب امتى بقى اللحظة اللي خدتي كاريرك في حتة تانية، وكان ايه الدافع لده؟ عشان عارفة ان انتي
قبل الموضوع كنتي بتشتغلي حاجة وقعدتي فترة قافلة على نفسك، وكان في لحظة قررتي ان انتي هتاخدي شغلك وكاريرك في حتة تانية خالص. ايه كانت الحتة دي وايه كانت اللحظة دي؟ هي اللحظة كانت صدفة، يعني لما رجعت أكتب وبدأت أحس إن الكتابة is making me feel better، رجعت أكتب في الحاجات اللي أنا بحب أكتب فيها كمان. يعني الأول طلعت الإيموشنز بتاعت الجريف دي في article، فده كان بداية الهيلينج. وبعدين رجعت أكتب في المزيكا وفي الفوتوغرافي وفي الآرت. أنا بحب أكتب عن الآرتس عامة من وأنا بكتب في البرنت ماجازينز. فجات لي فرصة أشتغل في المزيكا بالصدفة بسبب كتابتي. اوكي. والفرصة دي one of the things I had in common مع أخويا كانت المزيكا. بحب المزيكا جدا، المزيكا بتلعب دور كبير قوي في حياتنا يعني، وبنشير مزيكا مع بعض طول الوقت. ولو واحد سمع أغنية جديدة عارف إنها ذوق التاني يبقى عايز يجري جري يسمعها له. فالميوزك was our thing and it was always our language. فلما جات لي فرصة أشتغل في المزيكا فكانت كأنها يعني انا معاكي. حاجة كده الحاجات اللي احنا we have in common، فتشجعت لها أو يعني قلبي اتفتح لها يعني. اشتغلت في المزيكا علشان seeking إن أنا أفيل better وأطلع من اللي أنا فيه. وحتى أهلي ممكن يكونوا ما كانوش شايفين إن ده أصلا هيبقى كارير أو حاجة يعني، بس شجعوني إن في أنا الوقت ده كانوا عايزينك بس ايه تبدأي خليها تعيشي حياة تجرب طبيعية. أي حاجة تطلع بس من اللي هي فيه. كان كده بالظبط اللي بيتقال يعني، اي خليها تجرب. فاللي حصل إن أنا جربت وإن نو تايم ده الشيفت بقى كان شيفت. ده كان بداية الشيفت لأنه توالت بعديه بقى شيفتات كتيرة جدا يعني. بس أول شيفت احكي لي بقى عن الشيفتس اللي حصلت لما خدتي قرار ان انت تغيري كاريرك لكارير المزيكا. في شيفت صغير قبل المزيكا يعني، لازم يعني برضو امنشنت انه انا كان عندي مشكله في النوم جامده جدا بعد وفاه اخويا. ما كنتش بعرف انام وكان بيجي لي بانيك اتاكس كتير قوي. وعشان مش بروح ثيرابي ومش بسيك بروفيشنال هيلب لان ده ما كانش كومن، اتقال لي العبي رياضه it will make you feel better، هتخليكي احسن. وانا كنت ساعتها كمان اوفر ويت جدا، عندي مشكله في ركبتي وعندي مشكله في ظهري وحالتي حاله يعني. كان عندي انجريز كتيره جدا. و بصدفه ما I ended up في بي فيت واتمرنت مع علي مظهر. اوكي. وهو كان من الناس اللي يعني ممكن تقول شدتني اول شده ان انا ابتدي ارجع باك تو لايف. ايوه. فبدات اتمرن. فلما بدات اتمرن بدات احس ان انا قادره انام بالليل. ونفسيتي بدأت تتحسن شوية. وبعدين بدأت أخس فبدأت أفيل better about myself. فبدأت الرياضة واحدة واحدة ترسم لي طريق العودة، ايوه. إن أنا أرجع للحياة. وكانت أكتر حاجة بلوك فورورد تو. كنت بتمرن في الأول مرتين في الأسبوع، بعدين بقيت بتمرن 3، بعدين بقيت بتمرن 4. دخلت ترانسفورميشن تشالنج الأولاني، بعدين التاني، بعدين التالت. بقيت اللي هو عندي حاجة حركت الانجن تاني. تحفه. ولما الانجن اتحرك بدأت أكتب. فلما بدأت أكتب جات لي فرصة المزيكا. فجات لي من الكتابة بقى فرصة إن أنا أشتغل في المزيكا، ومن الشغل في المزيكا جات لي فرصة إن أنا أكتب أول أغنية اللي هي بالصدفة البحتة، واللي أنا أصلا ما كنتش عارفة إن أنا بعرف أكتب أغاني. لقيتني بكتب أغنية عن الرضا. كنت أول أغنية أكتبها things started to make sense. عملت أغنية فاشتغلت في الحاجة اللي بحبها اللي هي المزيكا، اللي هي أصلا طول عمري نفسي أشتغل فيها. وكان بيتقال لي يعني إن المجال ده مش مستحيل تشتغلي فيه يعني. وكتبت أغنية بتتكلم عن إن السعادة، الواحد بيلاقي السعادة في إن هو يبقى بني آدم راضي. once إن أنتِ رضيتِ بتappreciateي كل الblessings اللي حواليكِ فتبقي بني آدمة سعيدة. فكتبت سهلة وبسيطة، كانت أول أغنية وكانت فتحة الخير بقى. يعني لقيت بيبان عمالة تتفتح، باب بيفوت على الباب اللي بعده، بيفوت على الباب اللي بعده. كارير في المزيكا بدأ يكبر. وبعدين جات لي تاني فرصة أكتب أغاني، فكتبت أغنية شوف بقلبك بتاعة مستشفى أهل مصر الحروق. كان رمضان 2016. وهنا كانت shift very specific. بعد الأغنية دي كانت تاني أغنية، بس كانت أغنية في الركاز. ايوه. it hit me بقى إنه أوكي أنا عايزة أسيب أثر. ده البيجست هيدلاين. ده بقى اكبر شيفت حصل لك في حياتك، ان انت المايند سيت بتاعتك شيفتد إنه أنا مش جاية هنا وماشية كده ضيفة، أنا جاية هسيب أثر طيب.
ومن أكتر الحاجات اللي اتعلمتها من وفاة أخويا إن السيرة أطول من العمر، فهو سيرته لحد دلوقتي حبيبي بتتذكر بكل حلاوة ولذاذة ونضحك ونفتكر always when we remember him we smile. فحسيت إنه أنا عايزة أسيب أثر طيب. وده الدرس بقى، ده الدرس إن أنتِ محتاجة تغيّري الmindset بتاعتِك وتسيبي أثر، وده يبقى الدافع بتاعِك في الحياة. وجات naturally، يعني حتى ما شُفتهاش كأنها درس، هي things started to shift organically من غير أي مجهود منّي، يعني هي عارفة اللي هو ربنا كإنه بينوّر لِك بصيرتِك حبّة، حبّة، فكل شوية حاجة تنوّر، في حاجة تنوّر، في حاجة تنوّر، لحد ما بقيت شايفة vivid بقى، شايفة كل حاجة very clear. أنا عايزة نسمة هنا بتعمل إيه، نسمة لمّا تمشي إيه اللي سايباه وراها، نسمة عايزة to make her family proud, to make her sons proud and to make her brother proud. فده كله led to إن إحنا مسكنا الخيط بتاع الpurpose، إن إحنا عاوزين نعيش a purposeful life، عايزة أعيش a purposeful life وفي كل حاجة بقى. الحمد لله. الحمد لله whether بقى هاكتب أغاني أو هاشتغل PR في agency PR أو كل حاجة، أنا عايزة الحاجة دي تبقى لها معنى ويبقى لها impact وتبقى لها قيمة. وباحس كمان إن أنتِ يعني الpassion بتاعِك في إن أنتِ تساعدي الناس، ده حاجة أنتِ عايشة بيها، دي يعني حاجة I think it makes me feel ليّا لازمة، بتخلّيني حاسة إن أنا ليّا لازمة في الدنيا، لإنه هو لو أنتِ فكرتِ فعلًا ربنا خلقنا عشان نgive، أيوه. يعني خلقنا عشان نتعبّد وخلقنا عشان نgive back وعلشان فكرة أصلًا caring for someone أو الواحد يcare للي حواليه، ده أصلًا إحساس حلو أوي وبفطرة الإنسان موجود جوانا، صح. فده حاجة فعلًا this is what fills my cup، ده اللي بيخلّي my heart very full وبيخلّيني حاسة إن أنا ليّا لازمة في الدنيا. لو أنا ساعدتِك إنِّك توصلي لحاجة نِفْسِك فيها أو حلم بتسعي له أو قُلت لِك كلمة جبرت بخاطرِك أو طبطبت عليكِ، أنا باحس إن أنا I'm fulfilling دوري كبني آدمة في الدنيا صح. ليها لازمة. صح، صح. طيب عايزة أسألِك، أنا عارفة إن إحنا اتكلّمنا في الحتّة دي كتير والموضوع يعني فيه وجع، بس بعد الوجع ده كُلّه، إيه المفهوم اللي طلعتِ بيه من التجربة دي؟ المفهوم إن we are here on a very short journey، رحلة قصيرة جدًا والدنيا دي في ثانية، في ثانية بتلاقي نَفْسِك الناحية التانية. فحسيت إن ما فيش حاجة مستاهلة، ما فيش حاجة مستاهلة إن الواحد ما يبقاش بني آدم كويس، وما يبقاش بني آدم طيب، يعني الدنيا عشان هي فعلًا رحلة قصيرة فlet's make the best out of it، نعيشها في سلام، نعيشها في راحة بال، نعيشها في حُب للي حوالينا، نعيشها في إن إحنا نساعد اللي حوالينا، ده كان أكتر حاجة حاضراني. وفاكرة كويس أوي إن أنا شُفت حلقة للشقيري، باحبه جدًا، جدًا ودايمًا كلامه بيأثّر فيّا، ودي I think كانت الheadline بتاع كل حاجة في حياتي من ساعتها يعني، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. بقيت حاسة إنه ده يمكن أكتر حاجة أنا بقيت ماشية في حياتي بالفكرة دي، صح. فكرة إن أنتِ ربنا يبقى دايمًا بيستخدمِك والناس بتخبّط على بابِك علشان تساعديهم. تساعديهم، وكل ما تبقي ربنا اختارِك لمهمة you fulfill it well فتيجي لِك المهمة اللي بعدها والمهمة اللي أنا بعدها. باحسّه رزق، يعني لو ربنا جدًا. حطّني في طريق حد عشان أساعده، ده يعني ده مش حاجة كويسة للشخص اللي أنا هاساعده على قد ما هي حاجة كويسة ليّا. حاجة كويسة أيوه. ليّا لإنه ده رزقي صح، في الثواب، صح، ربنا صح. جايب لي opportunity إن أنا آخُد تاخد ثواب حسنات. وآخُد حسنات، why turn it away. أيوه طبعًا، طبعًا. طيب في رحلة تانية مشيتِ فيها وهي رحلة الtherapy، بس إيه أصعب حاجة واجهتيها في الرحلة دي، أو إيه حاجة عرفتيها عن نفسِك في الرحلة دي؟ أصعب حاجة واجهتها في الرحلة دي إن أنا أبقى صادقة مع نفسي أوكي. بكل بساطة. ليه ما كنتيش صادقة إزاي اكتشفتِ ده وعملتِ إيه؟ دايمًا لمّا بتبقي قاعدة قدّام حد بتتكلّمي، بتفكّري قبل ما تتكلّمي، إمم. فالكلام لمّا بتفكّري فيه قبل ما تقوليه من غير ما تحسّي، بتلاقي نفسِك حطّيتِ له شوية رتوش أو طلّعتيه مش بالطريقة الraw اللي المفروض يطلع بيها زي ما هو، بيطلع واخد كده شوية retouches. فأنا كنت حاسة
ان انا مع الثيرابيست بتاعتي في الاول مش عارفه اقول لها الكلام من غير الريتاتشز دي، لاني خايفه ابقى جادجد، مع ان المفروض انا مع دكتوره I won't be judged، بس جوه مخي حاسه ان انا دايما خايفه ابقى جادجد على لو قلت الكلام زي ما هو او قلت الكلام بحقيقته. بحس ده المجتمع خلانا نتعود على كده جدا، فانت دايما بتفكري مليون مره قبل ما تتكلمي، فالحاجه ما بتطلعش زي ما هي جواكي براكي، بتطلع فيها شويه تعديلات كده. ف في مرحله ما من الثيرابي حسيت كده ما بيني وما بين نفسي ان ده عائق في ان انا اتحسن. لسه كنت هقولك ادركتي ان انت عشان توصلي تعدي the next step محتاجه تقولي بقى خلاص. محتاجه صدق تماما مع النفس. ويعني حد من اعز اصحابي قال قدامي حته الصدق مع النفس دي، هو شخص انا بعزه جدا وبحترم اراءه. فكان بيتكلم ان الواحد يبقى صادق مع نفسه بجد، يعني تبقي فعلا مدركه ان انت الحاجه جواكي شكلها كده it sounds like that، تطلع زي ما هي بالظبط. فاول ما بدات اشيل فكره ان هي she will judge me وان انا هقول الكلام كده كده واللي يحصل يحصل، كل حاجه بدات تميك سنس بشكل غير طبيعي. وبقيتي انت in touch with yourself 100%. جدا اتغيرتي وهديتي والاصوات اللي جوه مخك هديت عشان خلاص انت حقيقيه 1,000,000%. حقيقيه 1,000,000%. فبقيتي شايفه الحاجات for what they really are، مش what you think they are. زي ما يكون في layer كده غشاوه اتشالت، فبقيت شايفه الحاجات بشكل احسن بكتير، وبقيت عارفه اساعد نفسي اكتر. يعني قادره احط ايدي على المشاكل من غير ما الثيرابيست تسلط الضوء عليها. فبقيت هي حتى اقول الحاجه واقول الاناليسيس بتاعتها واقول المشكله فين، وهي تقول لك طب خلاص انا اسمع قومي بقى. وهي تبقى قاعده قدامي مبتسمه جدا ان هي there you go you figured it all out. فده طبعا يعني ده كان شيفت غير طبيعي في حياتي. therapy saved my life. ايوه وبقول كده في كل حته therapy saved my life. I was very fortunate ان انا دكتورتي خطيره الحمد لله. رزق برضو، رزق بجد طبعا. يعني ان هي جت في حياتي. و I think او حتى مش هقول I think I know ان انا I'm a better person today اللي قاعده معاكي دي، لان therapy played a very big role ان انا فعلا ابقى بني ادمه كويسه. ايوه كنت بتقولي ان therapy ساعدك تبقي the best version of yourself. the best version of myself now. I am still evolving, I'm still working on myself. و I believe ان انا ان شاء الله هفضل work on myself لحد اخر يوم في عمري يعني. طبعا. لانه there is always room for growth. صح. there is always room for improvement. طبعا. وحتى من انا خلاص ما I no longer do therapy لاني الحمد لله في الفيز اللي انا فيها دلوقتي مش محتاجه، ولكن بقى معايا كل التولز اللي بتخليني دايما اعرف ايدنتيفاي احنا عندنا مشكله في الحته دي، محتاجين نظبطها، محتاجين نشتغل على ده. هنا في ده عامل لي الارم كده معين، طب انا ليه حاسه بالاحاسيس دي، طب انا ليه ده مضايقني، وابتدي اتراك الحاجه لحد ما امسك الروت بتاعها واعالج الروت بتاعتها عشان اعرف اموف فورورد. طب قلتي لي ان رحله التعافي بتاعتك دي خلتك تبقي فاهمه نفسك اكتر، ولما فهمتي نفسك اكتر علاقتك بربنا اتغيرت تماما. احكي لي بقى عن ده. بصي هو انا علاقتي بربنا ممكن اقول ما اتغيرتش، توطدت واتحسنت من وقت ممدوح اكيد طبعا لحد ثيرابي لحد دلوقتي. هي كلها شيفتات as we go. بس الثيرابي عشان انا لما عرفت نفسي اكتر وبدات احب نفسي، لان ما كانش عندي السيلف لاف ده موجود for a very long time في حياتي، فده وراني قد ايه ان ربنا بيحبنا جدا. ف يعني بدات العلاقه تتحول منه مش خوف على قد ما هو حب. فانا هعمل حاجات كويسه عشان ربنا يحبني اكتر واحبه اكتر واقرب منه اكتر، مش علشان انا خايفه منه. معلش ماشي، ده في مسكونسبشن كبير قوي في الحته دي، ان احنا بنصلي عشان خايفين ان احنا ما نوصلش لحاجه معينه. ازاي اشتغلتي على نفسك في الحته دي؟ يعني عايزاكي تحكي لي اكتر عن حب. ايوه ازاي حصل، ازاي الشيفت ده حصل؟ I think هو جه ناتشرالي من كم الامتحانات اللي انا اتحطيت فيها ورا بعض، هي وصلتني للحته دي. مع طبعا ان معرفه الذات، الثيرابي دي بالنسبه لي مفتاح كبير جدا يعني، لانه اتانلوكت حاجات كتير قوي جوايا ما كنتش فاهماها. وبعدين عارفه لما تبقي بتحبي حد قوي فتبقي خايفه على زعله،
فأنا بقيت باحب ربنا أوي، فخايفة على زعله ومش عايزة مش أزعله، خايفة منه. مش خايفة منه، مش خايفة من الpunishment، أنا خايفة على زعله، فمش عايزة أزعله، أيوه. فعايزة أبقى دايمًا يعني باعمل أقصى ما عندي عشان ما أزعّلش ربنا منّي، وعشان أنا باحبه أوي، فزعله عندي حاجة كبيرة. صح. حصل الshift إن أنتِ بقيتِ single mother، الshift ده غيّر فيكِ إيه وأثّر عليكِ إزاي؟ بُصّي هو بعد الside بُصّي being a single mother is a handful job طبعًا، أكيد. طبعًا. ويعني أعتقد إن هو خلّاني أعرف what I'm capable of كبني آدمة، خلّاني حياتي ممكن تكون بقت dedicated أكتر بكتير كمان لولادي أكتر من العادي. آمم الshift ده I think إن هو خلّاني experience الحياة بشكل مختلف تمامًا، إني I'm on my own. I have to do things on my own. ما أعرفش it unlocked قوة جوايا يمكن تكون ما كنتش عارفة إنها موجودة، وحاجة ما بتخوّفنيش، يعني هي بالعكس هو shift I embraced it، ويمكن أنا الcase بتاعتي كان shift ما خدش منّي على قد ما هو غيّر بس مسار حياتي بشكل معيّن، خلّاني fearless ممكن نقول، ما باخافش يعني الحمد لله. الحمد لله. وعايشة عشان ولادي they are my biggest investment, they are my biggest reason، هم الحاجة اللي أنا عايشة عشانها، ومش شايفة goal في الحياة أسمى من ده يعني الحمد لله يعني. نِفْسِك ولادِك يشوفوكِ إزاي؟ نفسي ولادي يشوفوا قد إيه أنا باحبهم، وقد إيه كل حاجة باعملها في حياتي باعملها عشانهم، ويبقوا فخورين بيّا وفخورين باللي أنا وصلت له، واللي يا رب إن شاء الله ربنا يكرمني وأوصل له كمان في إن شاء المستقبل، الله. ربنا يدينا العمر يعني. ونفسي يشوفوا مش هاقول لِك بقى ضحيت بإيه عشانهم وكده عشان الكلام ده كلام مسلسلات يعني، بس نفسي يشوفوا قد إيه هُم حتى لو ده مش باين، هُم دايمًا أهم. أهم حاجة، هُم أهم أولوية، هُم الpriority الmain في حياتي. طب لو نسمة قاعدة قدّام نسمة من 10 سنين تقول لها إيه؟ أو بقى نقول من 13 سنة. أولًا هاطبطب عليها عشان كانت هي محتاجة طبطبة جدًا، وما حدش يا عيني كان فاهم ساعتها يطبطب عليها إزاي، فهاطبطب عليها وهاقول لها everything is gonna be fine، واللي جاي أحلى من اللي فات، حتى لو اللي فات كان صعب جدًا وكان قاسي وكان فيه حزن كتير، بس سبحان الله ربنا دايمًا بيعمل للبني آدم أحسن حاجة no matter how hard we plan. نقعد نخطط ونعمل it's okay إن إحنا نخطط، يعني هو ربنا خلقنا عشان نplan ahead ونفكر في المستقبل ونبُص لقدّام، بس لازم مع ال looking ahead ده يبقى في توكُّل ويبقى في يقين. يقين ويبقى في surrendering، وتبقي عارفة إن أنتِ كل اللي أنتِ خايفة منّه ممكن يطلع ما فيش أحسن منّه زي ما بيقولوا، عشان ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة، هاطمّنها لإن هي النسمة من 13 سَنة دي كانت خايفة جدًا، كانت مهزوزة جدًا، ما كانتش عارفة قيمة نَفْسها خالص، كانت قلبها مكسور أوي، هاقول لها you will heal, you will get stronger، و you don't know what you're capable of. You can move mountains. الحمد لله. فخورة بيكِ أوي بجد. طب لو حد لسه في أول مرحلة فقد حد قريب منه، تقولي له إيه؟ هاقول له ازعل، ازعل بكل ما أوتيت من قوة، ازعل واقعد مع زعلك وعيّط وعبّر واكتب، ولو بتتبسط في إن أنت تحط صور حُط، ولو مش قادر ما تشوفش الصور ما تشوفهاش. go with the flow of زعلك وof your grief، وإحنا كلنا بنمُر بgrief بأشكال مختلفة، ما فيش manual للموضوع ده، ما فيش كتالوج، صح. والstages of grief كل حد فينا بيexperience it، في ناس بتexperience حاجات قبل حاجات وحاجات بعد حاجات، أيوه. فما لهاش ترتيب معيّن. أهم حاجة
don't hide away from your feelings لأنهم هيفضلوا يلاحقوك من كل ناحية. يعني لو ردمت عليهم جواك هيفضلوا يدبدبوا عشان يخرجوا براك بأي بأي شكل. شكل بقى. فممكن يطلعوا بأشكال مش كويسة صح. أو أشكال ممكن تضرك أو تضر اللي حواليك. فما تخافوش من الزعل يا جماعة. أنا ما أعرفش ليه إحنا بنخاف نزعل وليه بنخاف نعيط ونوري زعلنا. احنا بحس ان اسمها في تابو قوي ان انا ابين مشاعري او جداً. ابين زعلي او ابين ضعفي، مع ان الواحد يبين ضعفه ده قوة، عمره ما كان ضعف. عمره ما كان ضعف. وأنا باحس إن أنتِ تبيّني زعلِك أو تورّي زعلِك ده ده art of being human. إحنا بني آدمين، ربنا خالقنا أصلًا نزعل. هو ده مش emotion جواكِ آآ تخجلي منه. صح. there is no shame إن الواحد يزعل. I have so much pride إن أنا أزعل out loud. عمري ما I never shy away من زعلي. وفي الأول كنت باخاف أنكد على الناس. يعني كنت باقعد أبقى يعني باحاول أبقى mindful واللي هو ما تقلبيهاش غَم بقى ولا نقعد نتكلم في حاجات دراما بالنسبة للناس أو تقيلة عليهم أو كده. ودايمًا عايزة أبقى قعدتي pleasant وتبقى قعدة خفيفة ولطيفة. وبعدين حسيت اللي هو this is part of who I am. أنا بني آدمة هازعل شوية وهافرح شوية، مش هابقى دايمًا تحفة وfluffy وكل حاجة جميلة وall butterflies، ولا هابقى طول الوقت باعيط ومنهارة في الأرض. صح. هي it's the art of living and the art of being human. فembrace your humanity ما تتكسفوش من زعلكم، بالعكس اقعدوا معاه يعني. طب آخر حاجة ممكن تكون صعبة شوية، قولي لي. رسالة نفسك توجهيها لممدوح. لأ دي صعبة أوي. طيب هاقول لِك. أولًا عايزة أقول له إني باحبه جدًا، وكان نفسي أقول له كده كتير أوي لمّا كان لسه عايش. و وإني عمري ما شبعت منه. I can't wait إن إحنا نبقى united again عشان هيبقى عندنا بقى eternity إن شاء الله، دار الحق يعني المفروض ما فيهاش وقت وفيها infinity. يعني أقدر إن أنا أقعد معاه وأحكي معاه كل الحكايات اللي نفسي أحكيها وashare معاه كل الحاجات اللي نفسي أshare it. هاقول له إن هو وحشني جدًا، إن هو عايش جوايا. باحكي لولادي كتير أوي عنه عشان يبقوا عارفين خالهم، ويبقوا عارفين مغامراته وعارفين his sense of humor لأن هو كان دمه خفيف أوي. وهاقول له الدنيا حتى لو هي عدِّت وفيها الحلو وفيها الحاجات worth celebrating، دايمًا ناقصها حاجة لإنه مش موجود. وآخر حاجة هاقول له يا رب، يا رب، يا رب أكون كل اللي باعمله ده making him proud of me. لإني فعلًا، فعلًا فخورة جدًا إن أنا أخته. وactually عايزة أقول حاجة بالمناسبة دي يعني. سبحان الله أنا كان ليّا دور بسيط في افتتاح المتحف المصري، وطبعًا حدث كبير جدًا وحاجة مهمة جدًا وحاجة أفخر إن أنا أكون نقطة أصلًا فيها يعني. وبعد الافتتاح كنت متأثرة أوي إني مش قادرة أكلمه أحكي له وashare معاه حاجة زي كده وأقول له التفاصيل وأقول له الكواليس وقد إيه it was exciting وأكلمه على المزيكا. وبعدين سبحان الله هو حد من صحابه أوي بعتت لي message وبتبارك لي وبتقول لي إحنا فخورين بيكِ أوي وبرافو عليكِ he would have been so proud of you ومش عارفة إيه. فباقول لها he's always been my inspiration. فقالت لي you're his muse. وبعدين she shared معايا حاجة I never knew. يعني 13 سنة ما كنتش أعرف إن هو بيحكي عني وبيتكلم عني مع أصحابه، وإن هو الquality time اللي إحنا كنا بنspend it مع بعض نسمع مزيكا آخر اليوم بالليل دي actually كانت بالنسبة له highlight of his day and he used to tell his friends about it. يعني الfascinating في الموضوع إن هي حكت لي تفاصيل، هي تفاصيل ما بيني أنا وهو بس. سبحان الله I never knew this message. I never knew إن هو بيحكي عني وفخور بيّا أوي كده، غير بعد 13 سنة في الوقت اللي أنا كان نفسي أسمع منه feedback. ربنا بعت لي الfeedback ربنا بيقول لِك إن هو معاكِ إن هو معايا وعارف وسامع وحاسس بكل حاجة. وعلى قد ما أنا اتأثرت جدًا من الكلام ده وإن أنا يعني
ما كنتش أعرف إن أنا يعني إن أنا حاجة كبيرة كده بالنسبة له. على قد ما أنا اتبسطت أوي إن أنا يعني اتبسطت الحمد لله هو إن هو زي ما هو حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، أنا كنت حاجة كبيرة بالنسبة له أيوه طبعًا. in his brief journey in life يعني الحمد لله. ربنا يا رب يرحمه ويجمعنا آمين. بيهم يا رب في أحسن مكان. آمين يا رب. أنا فخورة بيكِ أوي، thank you أوي، والله أوي، أوي. يعني means a lot to me لأ يعني. والله بجد يعني شكرًا إن أنتِ، وشكرًا على كل المساعدات اللي بتعمليها لكل اللي حواليكِ، وعلى كل الحب اللي بتديه لكل الناس اللي حواليكِ، بجد أنا باشكرِك إنِك كنتِ هنا، وشكرًا إن أنتِ اتكلمتِ بقلب مفتوح أوي، أنا عارفة إن topic صعب وتقيل، بس بجد يعني أنا بامُر بحاجة شبيهة أنا عرفت بالصدفة ما أيوه كنتش أعرف بس يعني ويعني أنا حاسة النهارده إن أنا مش لوحدي، يعني فيا رب الناس كلها تحس إن هي مش لوحدها عشان ما فيش حد في الدنيا ينفع يحس إن هو لوحده، ده حقيقي. فبجد لو شكرًا إن أنتِ shared the story بالطريقة دي يعني. شكرًا إن على أسئلتِك وعلى سعة صدرِك وعلى إن أنتِ شُفتِ إن this story is worth telling طبعًا، دي بالنسبة لي حاجة طبعًا. كبيرة أوي وأنا باقول لِك أنا من غير ما أعرفِك شايفة في حياتِك شايفاه معاكِ، يعني شايفة وأنتِ بتعملي الحمد كل لله. حاجة وأنا ما He أعرفوش، truly is هو شايفاه معاكِ في كل خطوة، الحمد لله. فاللي أنتِ بتعمليه باين يعني. الحمد لله. الحمد لله. Thank you so much. فخورة بيكِ. Thank you for being here.